السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعيني في أكلة هنية مع حلا. إن شاء الله تعجبكم أكلاتي ووصفاتي. فيديو النهاردة مكملين مع بعض باقي مخبوزات العيد. هنعمل البيتيفور الناعم الهش الجميل، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، كمان بمقادير مظبوطة علشان يطلع ناجح معاكي من أول مرة. هنشكله بالمكنة وهنشكله بالقمع. ولو عجبك فيديو النهاردة ما تنسيش تدوسي لايك، كومنت حلو منك يشجعني، واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أول حاجة هنشوف المقادير بتاعتنا. عندي كيلو من الدقيق، 750 جرام من الزبدة، 300 جرام من السكر البودرة، وعندي 5 بيضات وفانيليا. المقادير كلها هتلاقوها في صندوق الوصف. بعد كده هبتدي انزل بالزبدة بتاعتي في العجان كده. الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش ان انا استخدم زبدة طالعة من التلاجة على طول او متلجة. طلعيها من قبلها بفترة علشان تاخد درجة حرارة الغرفة. هنبتدي ان احنا نضربها شوية كده حوالي دقيقة لوحدها بالشكل ده. بعد كده هننزل ب 300 جرام من السكر البودرة، وهنضربهم مع بعض كويس قوي كده لحد ما هيديني قوام هش وناعم جدا. كمان لون الزبدة معايا هيفتح. اضرب كويس. طبعا الضرب ده هيديني نتيجة كويسة في البيتيفور، هيبقى معايا هش وناعم وجميل جدا. هننزل الجوانب كده علشان السكر زي ما انتوا شايفين اللي موجود مع الزبدة لازم كله ينضرب مع بعضه كويس قوي. يعني افضلي اضربي فيهم كده حوالي 10 دقايق ولا حاجة لحد ما انتوا شايفين القوام ولون الزبدة افتحي معايا والقوام بقى هش جدا. هبتدي ان انا انزل بالبيض. طبعا بنزل بالبيض بيضة بيضة، منزلش بالبيضة التانية قبل ما الاولى تختفي خالص. ومع اخر بيضة احنا هنضيف الفانيليا بالشكل كده. وراعي ان الضرب بتاعنا يكون في اتجاه واحد. اخر بيضة انا نزلت بكمية الفانيليا بتاعتي، عندي نص معلقة صغيرة من الفانيليا. طبعا لان كمية البيض عندي كمية كبيرة. بعد ما تخلصي كمية البيض بلاش تضربيه كتير على ما بس البيض يختفي. وبعد كده خلاص ارفعي المضرب من العجان بتاعك وابتدي انزلي بالدقيق كده. وزي ما اتفقنا احنا مش بنعجن، احنا بنلم العجينة بس. طبعا هو خد معايا كيلو الدقيق كامل. ممكن في دقيق انك تاخدي كمية اكبر، يعني حوالي معلقة او معلقتين زيادة. في نوع دقيق ممكن انك تستخدمي اقل معلقة، يعني اقل من الكيلو معلقتين او حاجة. كل ده على حسب نوع الدقيق. علشان كده انزلي بالدقيق بتاعك على دفعات، بلاش انزلي بيه مرة واحدة لحد ما هلم العجينة كلها. العجينة معايا بتبقى طرية جدا وشبه بتلزق معاكي على طول. مش هنسيبها ترتاح. لو هتشكليها بالقمع ما تسيبيهاش ترتاح وتشكليها على طول. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصتها، ما سبتش العجينة بتاعتي ترتاح. لكن لو هتشكليها بالمكنة سيبيها ترتاح شوية عشان العجينة تشد معاكي شوية. هبتدي كمان احط كمية من العجينة ازودها بالكاكاو. هزود جزء من العجينة بتاعي بالكاكاو كده، هحط لها معلقة من الكاكاو. طبعا الكاكاو لازم انخله، ويفضل انك تستخدمي كاكاو نوع نضيف. انا مستخدمة كاكاو اسباني. بعد ما ضفت الكاكاو هضيف كمان معلقة من الزبدة واعجنهم تاني كويس كده. يعني الم العجينة معايا كويس كده لحد ما الزبدة بتختفي معايا
والكاكاو هو كمان بيختفي معايا بالشكل ده. هبتدي ان انا اشكل بالقمع على طول كده بالشكل ده. انا استخدمت كمان في نفس الصينية اللي انا عاملة فيها العجينة البيضة، انا استخدمت العجينة البني لان علشان اعرف سواها كويس واظبط سواها مع العجينة البيضة، لان طبعا ما بتقدريش تحكمي على لون العجينة بتاعتك لما بتبقى بني. بعد كده الجزء اللي فاضل انا شكلته بالمكنة زي ما انتوا شايفين، بس العجينة كانت ارتاحت شوية وبدأت ان هي تشد معايا شوية كده علشان تتحكمي فيها وتعرفي انك تشكليها بالمكنة زي ما انتوا شايفين كده، تبقى سهلة معاكي لحد ما هنخلص الكمية بتاعتها. الفرن بتاعي سخن، انا مسخناه. اول ما هحط البيتيفور انا هدي النار خالص واحط على الرف اللي في النص، بيقعد حوالي ربع ساعة. زي ما انتوا شايفين انا عملت بالمكنة اشكال كتيرة، وبرضه نتيجة التشكيل بالقمع نتيجة حلوة جدا. السوا مظبوط علشان احنا، والعجينة بتاعته هشة وجميلة، علشان كده طلع معايا بنفس النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. هبتدي ان انا اشكله. عندي شوكولاتة بيضة وعندي شوكولاتة بني وعندي مربى. هبتدي ان انا احشيه من جوه كده، وزي ما انتوا شايفين بغطس في الشوكولاتة كده وبأي طعم مكسرات، فرماسيلا، جوز هند، الطعم اللي بتحبيه اعملي بيه. بطلعه على ورق زبدة علشان ادخله التلاجة شوية علشان الشوكولاتة بتاعتي تنشف وتجمد معايا كده وما تسحش مني. هنعمل مع بعض كام واحدة كده لحد ما هنخلص الكمية كلها، وهندخلها التلاجة شوية لحد ما الشوكولاتة بتجمد معايا. بعد كده هنقدمه بالطريقة الحلوة دي، جميل جدا شكله تحفة ويفتح النفس. عجينة ناجحة جدا وطلعت معايا بتفور جميل وهش وناعم جدا. طبعا مقادير مظبوطة بالجرام لازم تستخدميها علشان اي عجينة معاكي تطلع ناجحة وجميلة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموني وتشجعوني، ولايك للفيديو وكومنت حلو منك، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وألف هنا على قلبكم.